مؤخرا بزاف ديال الناس كيفكروا على انهم يمشيو لكندا فيزا سياحيه. غير هو كاين اللي باغي يمشي فيزا سياحيه لكندا على اساس يفوج ويتمتع ويرجع لبلادو، وكاين اللي باغي يمشي فيزا سياحيه لكندا على اساس انه يبقى تما ويقلب على عقد عمل ويسهل عليه الله يسخر الجميع. انا بغيت نوجه هاد النصائح هادو لهاد الناس اللي باغيه تبقى في كندا عن طريق فيزا سياحيه، يعني حرق داك الفيزا. خويا ولا اختي، مشيتي فيزا سياحيه، اول حاجه ما خصكش تدي معاك واحد الفلوس كثيره في الباليزه ولا في جيبك. ولا كيف يعقل انت غادي شهر ولا شهرين لكندا ودي معاك واحد القدر مالي كبير؟ هنا يقدروا يرجعوك ولا يحيدوا لك ديك الفلوس. هذه الاولى، وقعات هذه المساله هذه. الحاجه الثانيه، كيف يعقل انت غادي مثلا فيزا سياحيه شهر في وقت الصيف وانت داي حوايج كتار وداي حتى حوايج الشتاء؟ لا يعقل. الحاجه اللي مهمه اكثر، كيفاش انت غادي فيزا سياحيه لكندا وداي معاك الدبلومات والشواهد؟ راه ما خصكش دي الدبلومات والشواهد وانت غادي فيزا سياحيه، هذاك الشيء غادي يوصلك من بعد وكاين طرق كيفاش يوصلوك. الحاجه الاهم اللي بغيت ننصحك بها هو ان التليفون ديالك خويه من لي زوديو، المكالمات، الفيديوهات اللي كنتي كتقلب، كيفيه البقاء في كذا، كيفيه العمل، كيفاش نلقى عمل، داكشي كامل مسحو. ما تخليش في التليفون ديالك، خليه خاوي فقط النوامر اللي غتحتاج. والحاجه اللي مهمه اكثر عاوتاني هي ملي تكون غادي في المطار، راه يقدروا وماشي يقدروا، راه كيسولوك، كيديروا معاك اونتروفي داك الناس تما المسؤولين، علاش انت جاي لكندا، علاش بغيتي تجي لكندا، شنو باغي دير. خص يكون الكلام ديالك قليل، ما تكثرش الهضره، كل سؤال قد الجواب، يكون كل سؤال جواب ديالو بسيط وواضح. اذا قلنا الفلوس ما تكونش كثيره بزاف، الدبلومات والشواهد ما يكونوش عندك، الحوايج يكونوا ديال داك الشهر يعني خفيف ظريف، والسؤال جواب حدو قدو، والتليفون مسحو من جميع المعلومات والدلائل اللي ممكن انها تورطك ويقولوا بان هذا السيد هذا راه ناوي انه يبقى في كندا. والله يوفق الجميع، الله يسخر الجميع، والسلام عليكم. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك وقلب، ولكم الشكر الكثير.